الإمبراطورية التي لم تغب عنها الشمس. قصة بلاد فارس وإيران. قبل آلاف السنين، قلب الهضبة الإيرانية، نشأت قوة غيرت وجه الأرض. قوة جمعت بين العلم والذهب وبين السيوف والحكمة. من كورش الكبير اللي حكم العالم، لابن سينا اللي علم البشرية الطب، وصولاً لاسم إيران. استعدوا، لأننا هنكشف النهاردة أسرار أعظم إمبراطورية في التاريخ القديم. أهلا بكم في رحلة عبر الزمن لبلاد فارس. البداية: كورش والأسطورة الأخمينية. الحكاية بدأت سنة 550 قبل الميلاد، لما ظهر كورش الكبير. الراجل ده ما كانش مجرد محارب، ده كان عبقري سياسي. هو اللي أسس الإمبراطورية الأخمينية. تخيلوا إنها كانت أول إمبراطورية بتضم مصر، بابل، ليديا والهند تحت حكم واحد. نقطة التفوق: كورش عمل حاجة غريبة وقتها. بدل ما يدمر المدن، كان بيحترم أديان الشعوب، وكتب أسطوانة كورش اللي بتعتبر أول وثيقة لحقوق الإنسان في التاريخ. المجد والصدام: دارا والإسكندر الأكبر. بعد كورش جه دارا الأول، داريوس. ده اللي بنى تخت جمشيد أو برسيبوليس، العاصمة الأسطورية اللي لسه أثرها بتبهر العالم. دارا عمل نظام بريد سريع، وعمل عملة موحدة، وبنى طرق بتربط العالم ببعضه. لكن المجد ده اصطدم بقوة تانية من الغرب: الإسكندر المقدوني. معركة جوجاميلا كانت الفاصلة. الإسكندر هزم الفرس ودخل عاصمتهم، لكنه انبهر بحضارتهم لدرجة إنه أمر جنوده يتجوزوا من فارسيات عشان يدمج دم اليونان بدم الفرس. الإمبراطورية الساسانية، الند القوي لروما. السنين مرت وظهرت الدولة الساسانية. دول كانوا المنافس الوحيد والمرعب للإمبراطورية الرومانية. كانت فترة مليانة فنون وعمارة، والفرس وقتها سيطروا على طرق التجارة بين الصين وأوروبا، طريق الحرير. العاصمة تيسفون، المدائن في العراق، كانت شاهدة على عظمة إيوان كسرى اللي لسه صامد لحد النهاردة. التحول الكبير، العصر الذهبي الإسلامي. مع دخول الإسلام لبلاد فارس في القرن السابع، حصل تحول مذهل. الفرس مش بس دخلوا الإسلام، دول بقوا هم عقل الحضارة الإسلامية. الخوارزمي، لولاه ما كانش فيه كمبيوتر ولا إنترنت النهاردة. ابن سينا، كتابه القانون في الطب فضل يدرس في أوروبا ل600 سنة. الفردوسي، اللي كتب الشاهنامة، ملحمة الملوك، وحفظ بيها اللغة الفارسية من الضياع. من فارس إلى إيران. العصور الوسطى شهدت دول كتير، زي الصفويين اللي خلوا إصفهان أجمل مدينة في العالم. لكن ليه اسمها اتغير؟ في سنة 1935 الملك رضا شاه بعت رسالة رسمية لكل دول العالم وقال لهم: محدش يقول علينا بيرشيا أو فارس تاني، اسمنا الحقيقي هو إيران. السر في الاسم: كلمة إيران مشتقة من آريان، ومعناها أرض النبلاء أو أرض الآريين، وده الاسم الأصلي اللي كان السكان بيستخدموه بينهم وبين بعض من زمان. من قصور برسيبوليس لشوارع طهران الحديثة، بلاد فارس ما كانتش مجرد مكان، دي كانت فكرة عن الاستمرار والحضارة اللي ما بتعرفش تموت. لو وصلت للنقطة دي في الفيديو، فأنت أكيد بطل من أبطال إكروس هيستوري. سؤال الحلقة: لو خيروك تعيش يوم واحد في عصر كورش الكبير، إيه أول حاجة هتعملها؟ مستني إجاباتكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير عشان نستمر في حكاية التاريخ. سلام.